القضية الفلسطينية بقات ديما في القلب ديال كل الشعوب العربية والإسلامية، ومن بين القضايا اللي معمرها غابت من جدول أعمال القمم العربية والدولية. القدس بقات كرمز مقدس، مدينة عندها مكانة روحية ودينية كبيرة عند المسلمين والمسيحيين، وزيد عليها أنها بقات موضوع نزاع سياسي كبير. في هذا السياق المغرب تحت القيادة ديال جلالة الملك محمد السادس لعب واحد الدور خاص ومميز، خصوصا من خلال لجنة القدس اللي كيترأسها الملك، واللي كتعتبر آلية أساسية في الدفاع على القدس وعلى الحقوق ديال الفلسطينيين. في نهار الاثنين 15 شتنبر 2025 في الدوحة تعقدات قمة عربية إسلامية طارئة. هذه القمة جاية في ظروف حساسة بزاف، حيث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي باقي مشتعل فيه الأحداث، والقدس كتعرف تضييقات كبيرة على السكان ديالها، بحال عملية الهدم، التهجير والاستيطان اللي كيأثر على الحياة اليومية ديال المقدسيين. القمة خرجت بقرار مهم واللي كيعبر على دعم شامل وكامل للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس. الملوك والرؤساء ديال الدول الإسلامية والعربية اللي حضروا القمة أكدوا بالإجماع على الدعم ديالهم للمجهودات اللي كيديرها المغرب في هذا المجال. القرار اللي صدر على القمة شدد على الأهمية ديال وكالة بيت مال القدس الشريف، اللي هي الذراع التنفيذي ديال لجنة القدس، واللي كتقوم بأعمال ميدانية حقيقية وسط القدس. الوكالة ماشي غير مؤسسة على الورق، ولكن عندها برامج فعلية في التعليم، الصحة، الإسكان والدعم الاجتماعي، وكلها كتمشي لصالح المقدسيين باش يتشبتوا بالأرض ديالهم ويقاوموا محاولات التهجير. القمة ما كانتش مجرد كلمات ديال التضامن، ولكن فيها اعتراف حقيقي بالدور اللي لعبوا المغرب عبر سنوات طويلة. المغرب عنده واحد المكانة خاصة في هذه القضية، لأنه كان ديما حاضر ومواكب، ماشي غير بالكلام ولكن حتى بالفعل. وخاصنا نرجعوا للتاريخ باش نفهموا أكثر. لجنة القدس تأسست في السبعينيات القرن الماضي، وكان الهدف ديالها هو الدفاع على الطابع الإسلامي للمدينة ومواجهة المخططات اللي كتسعى لطمس الهوية العربية الإسلامية ديال القدس. الملك محمد السادس ملي تولى العرش خدا هذه المهمة بجدية كبيرة، وخلى اللجنة واحدة من الأولويات ديالو. وملي كنهضروا على وكالة بيت مال القدس الشريف، خصنا نذكروا باللي هي واحدة من المؤسسات القليلة اللي كتخدم ميدانيا وسط القدس. كاين بزاف ديال الخطابات في العالم العربي اللي كيبقاو مجرد وعود أو بيانات، ولكن الوكالة كتخدم بالملموس، كتجدد المدارس، كتعمر المستشفيات، كتعاون العائلات اللي مهدده بالتهجير، وحتى كتساهم في مشاريع تنموية صغيرة باش تعطي فرص شغل للشباب. هذه الخدمة على الأرض كتخلي المقدسيين يحسوا باللي ماشي وحدهم، وأن كاين دعم حقيقي جاهم من المغرب ومن لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس. الوفد المغربي اللي حضر القمة كان فيه الأمير مولاي رشيد اللي مثل الملك محمد السادس. هذه الخطوة مهمة حيث كتبين على أن المغرب كيعتبر الموضوع أولوية، وحتى إلا ما قدرش الملك يحضر كيبعث ممثل من العائلة الملكية. معاه كان وزير الخارجية ناصر بوريطة اللي معروف بالنشاط الكبير ديالو في الملفات الدولية، ومعاه سفراء مهمين بحال محمد أيتو علي اللي كيمثل المغرب في جامعة الدول العربية، ومحمد ستري اللي سفير المغرب في دولة قطر. هاد التركيبة ديال الوفد كتعكس أن المغرب ماشي جاي غير يحضر في صور أو يبان، ولكن جاي يعطي موقف قوي ورسالة واضحة للعالم. القمة اللي تعقدت في الدوحة كانت مناسبة باش الدول الإسلامية تعلن التضامن ديالها مع القدس، ولكن كان واضح أن الدور المغربي حضر بشكل قوي. علاش؟ حيث المغرب ماشي دولة اللي كتستعمل القضية الفلسطينية باش تربح الشعبية أو باش دير بروباغندا، ولكن دولة اللي كتخدم بصمت وباستمرارية، وهذا الشيء اللي كيخلي حتى باقي الدول تعترف به وتقدره. بالإضافة لهذا الدعم السياسي والدبلوماسي، كاين جانب مهم اللي هو الجانب الروحي. المغرب عنده علاقة خاصة بالقدس من ناحية